موضوعنا الثالث يتحدث عن مشكلة عسيرة قبل وهسه، رغم أن الحلول المتابعة لإيجاد الحلول مستمرة. نتمنى بعد ما يتابع المسؤول هذه الحلقة يكون عنده حل جذري وسريع لمشكلة إصدار الجنسية والجوازات بسوق السوداء، وهذه الحالة قليلة بس واجبنا نعرضها وواجبكم ينهيها. هذا اسمك علي؟ نعم. علي مجيد سعد الله. بالنسبة لشهادة الجنسية سكنك بغداد غير رصافة لو كارت؟ أني رصافة. لازم تجيب شهادة والدك وياك ويحضر والدك وبطاقة السكن والتموينية وهاي جنسية أصلية وصورتين حتى تطلع لك شهادة جنسية. هاي الرسميات. إذا عندك عرف انطيني مستمسك. ايش قد تطلع هي إذا عندي عرف؟ إذا عندك عرف وهاي الشغلات ساعتين. ايش قد؟ ساعتين. ساعتين ايش قد تكلفتها؟ شنو هي شهادة جنسية؟ اي. لا شهادة جنسية إذا عندك عرف بعد ما أقدر أقول لك. يعني هم من يومك. هم بعد تتفق إذا شخص. أنت خوفي تجيب شغلة رسمية ليه ما يحتاج الوش. انطيني بطاقة سكن. اكو هسه؟ هاي بطاقة سكن، اكو القى لنا واحد يفض لي اياها بسرعة. أحب أذكر مو كل الموجودين يتعاملون بالاستغلال، لا بل الأكثر امتنع، وأكد على سهولة المعاملة بدون اللجوء إلى أي إنسان. ما لو ما تطلع بس أنا مستعجل درجة الجواز. مستعجل إذا أسوي شهادة جنسية وش اسمه؟ أنت اسمك يوناني؟ إي. فايل. سعد موجود سعد؟ ابقى وياي تصوير. ابقى وياي تصوير. بعد فر الكاميرا يسارك، يمينك يمينك يمينك. فر الكاميرا أنا قبالك. اكو تعامل لكن حاليا مثل ما تشوفون تعاملوا ودخلونا بس بدنا نلقى الشخص المناسب للموضوع. السلام عليكم. عندي جنسية إصدار جديد. بطاقة السكن بطاقة التموين موجود بس مستعجل أريدها بلحظات. لا وتجيب استمارة منها. أختمها منين؟ من هالمنزل منين؟ أي. استمارة من أنا؟ أي. أختم عليهن؟ بطاقة تموينية بطاقة سكن بس مستعجل عليها. ها؟ مستعجل عليها. من فوق قصدك؟ ها؟ قصدك من فوق؟ أي أريد اليوم يعني اليوم تكمل. لا يوم تطلع ساعة. حيدر شكو مكلم لك واحد. صدق والله؟ اي والله. تاخذ خلينا نجيب فلوس ما ختم بعد. يقول خلينا نطلع قبال الكاميرا ونأكد. وقدام الكاميرا اللي قال الأخ العرضة حكي يعتبر شريف من بين العدد من الشخصيات الاستغلالية. يقول تطلع بيوم واحد جنسية وبساعة واحدة، وليش رايح على هالناس اللي ما تطلع؟ يعني هاي دعوة للمواطن انه يترك هذول المستغلين لهذه الظروف ويبحث عن الطريق الصحيح، ومثل ما قال ساعة واحدة وبس. حبيبي محتاج شهادة جنسية. اي بس رايدها اليوم. بقى الضايع اي بس رايدها اليوم. تكمل هاي منو مسوي لك الطلب؟ من ناكي. تكمل قول لي، ما تكمل دا اشوف غيرك. عندي باقي صور وشغلات اوراق بس اريدها امشي اليوم، سفري مستعجل عليه. يعني على مود جواب؟ في دولة على مود اريد اخذها عم اطلع جواب، عم اطلع شهادة جنسية
لان الجوازات لحوا الا شهاده جنسيه اصليه. معاملتك بالجوازات معامله مالتك لا لا بعدني مو موديها بس غير يشوفون شهاده جنسيه الاصليه وما عندي شهاده جنسيه اصليه بس مستنسخه. يعني المعامله بالجوازات مالتك بعدني مو موديها. بعدين نعم. اوكي حبيبي اوكي. لا انا متقصد ما اروح له. يلا اوكي حبيبي شكرا جزيلا. تريد تطلع لك جواز سريع على هاي الشهاده؟ جواز سريع؟ إيه، اسرع من الشهاده. اسرع من الشهاده؟ الشهاده عبره عشان ايش قد تطول؟ انت اليوم تريده؟ يعني باكر القى استلم جواز بيدي؟ باكر اسلم لك جواز. صعب ايش؟ عندك؟ صور استجيب لك. صعب ايش تسلمني اياه؟ الحدود بالثنتين سنتين؟ ونص ثنتين. بس رسمي مو هذه؟ حبيبي ما تريد راوي بس مو تديرهم من طلعه لا. تديرهم رسمي ولا لا عادي. هاي التموينيه باسمك؟ هاي تبنيها مال عائلتنا اي. شهاده باسمك؟ شهاده باسمي والجنسيه موجوده استنساخ. هاي جنسيتك؟ هاي جنسيتي. شنو الاستنساخ هذا؟ جيب لي اياه نستنسخ لي غير استنساخ. غير استنساخ؟ روح جيب ايش لي قد تكلف؟ الجنسيه والشهاده وصور اثنين جيب لي نظيفه شوي. ايش قد تكلف تقريبا؟ خصم اجي استلم منك جاهز. التموينيه مالتك الاصليه؟ اصليه كل شيء ما بيه. ورقه هو ورسوم كامل عليه. لا تسويها 100,000. ليش $100؟ سويها 100,000. في لك الله وحد يعني كثرة الحفان هم حلوة. أنا صار لي سنين أنا مشتغل جوازات ويسأل عني محمد يعني أعطيتك إياها عدله راوغت وياك. إذا قلت لك 100,000 أخرك عليك. أنا قلت لك أخر عليك بس لا قلت لك 100,000 تتاخر يعني. ورقه ما بيها مجال غير الورقه؟ تكون على ثقة لو تطلع لي ب 10,000 لو 15,000 أنا ربحي بس بي والباقي كله للطاقة. روح جيب لي الصور وجيب لي الجنسية وجيب لي الشهادة صورهم لي من جديد. بس انسخ لك اياها؟ خلي استنسخ مني اللي محتاجهم. هذا مو خوش استنساخ. روح جيب لي انا دليك على استنساخ نظيف. وين حاطني بسيارة؟ سياره اي. روح جيب لي انت. هسه اجيب لك اياها. انا برد ايش اسمه عندنا اطلعها. يلا اوكي حبي. انتظرك. اوكي عمري شكرا جزيلا. اتفق وياي على انه جواز ب100,000. حاولت اخفض وياه لل100,000. العفو اتفق وياي على انه الجواز $100. حاولت اخفض وياه ل100,000 ورفض. يمنى يسرى مرفض. قال لي الله كفيلك ومحمد وكيلك علي ب10,000 بس لي 10,000 والباقي لهم. والله اعلم. بهاي الايد اللي تحاول تخفي الحقيقة وتسكت صوت الحق ننهي تصويرنا لهذا اليوم بعد ما انكشف تصويرنا والحليم تكفيه الإشارة.